أما المتعة فهذه قصتها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح المتعة للناس بتوقيف من الله قطعا 3 أيام في عام الفتح فقط، كانت محرمة. فجاء الصحابة يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يشتكون ماذا؟ يشتكون أنهم يريدون أن يختصوا، وذلك أنهم قد لا يصبرون على النساء، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة. أذن 3 أيام صلوات ربي وسلامه عليه، ثم ذكر أنها محرمة إلى يوم القيامة، في حديث سبرة، في حديث سلمة، في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها محرمة. فالمتعة إذن محرمة في كتاب الله، أبيحت للضرورة، وذلك في غزوة أوطاس بعد فتح مكة، يعني في السنة 8 من الهجرة. 3 أيام فقط، ومع المشركات أبيحت 3 أيام مع المشركات، ثم حرمت إلى يوم القيامة. طيب إذا ما الذي وقع؟ الذي وقع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى عنها، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغهم النهي، كما قلنا في حادثة فاطمة أنها لم يبلغها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث. فليس بالضرورة أن كل شيء يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم يكون جميع الصحابة حاضرين يسمعون، هذا يستحيل أن يكون. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى عنها لم يبلغ النهي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمر بعضهم يتمتع زمن خلافة أبي بكر في السنتين، وبعضهم صار يتمتع في خلافة عمر، ثم وصل الخبر إلى عمر في خلافته أن أحد الصحابة وهو عمرو بن حريث تمتع، فنهاه عمر وذكر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم المتعة. أما الحديث الذي يقول عن عمر أني أحرمهما، يعني متعة النساء ومتعة الحج، فهذا حديث لا يصح ولا يثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فالمتعة إذن محرمة في كتاب الله، محرمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أبيحت للضرورة في 3 أيام، ثم حرمت إلى يوم القيامة. وأبيحت بمن؟ أبيحت بالكافرات. هذا هو حال المتعة.